تخيلوا تكون بنت غير شرعية بس غنية وجميلة وألف راجل يتمناها وتطق في راسها فكرة إنها تتجوز حد من العيلة الملكية في زمن اللي بيحكموا فيه عيلة ملكية مش رؤساء، وتجري ورا الأمير لحد ما تتجوزه. أهو ده بالظبط اللي بتعمله بطلة نجوى. بيبدأ المسلسل بواحد بيحكي تاريخ العيلة الملكية واللي بيرجع لعصر جوسون. مع الوقت العيلة الملكية اتطورت وبقى دورها احتفالي أكتر وأقل في التأثير السياسي، وبنشوف بطلتنا جو وقت ما كانت طالبة في الثانوية وكانت دايما بتنافس طالب اسمه سوك وبتكسبه في درجاتهم، وأغلب الطلبة في المدرسة كانوا من عائلات ملكية غنية جدا وكانوا بيكرهوا جو لأن هي بنت غير شرعية لراجل أعمال كبير. وحتى إدارة المدرسة كانت دايما بتفكرها بمكانتها وإنها مجرد نكرة يعني، مع ذلك عمرها ما خلت السلبية دي تأثر عليها وكانت دايما بتدافع عن نفسها في كل فرصة. وبعد ما بتتخرج بتاخد شركة من شركات أبوها اللي اسمها كاسل بيوتي، وبتنجح إنها تتفوق على شركة أخوها في كل مرة، لكن المرة دي أخوها تاي بيستخدم طرق رخيصة علشان ينجح أكتر منها، فبتؤمر فريقها يستغلوا زيارتها للقصر بالليل في عيد ميلاد ولي العهد علشان يزودوا المبيعات. ومن طريقة إدارتها للشركة واضح إنها بتكره الخسارة وتنافسية جدا، وكمان ما عندهاش هزار في الإدارة. معظم الموظفين بيكونوا خايفين ومرعوبين منها. في مكان تاني في القصر بنتعرف على الأمير الكبير آن اللي بيكون عكس الأمراء التانيين تماما، وبيكون متمرد مش بيسمع لأوامرهم بسهولة، وموظفين القصر بيتعبوا معاه. واكتر واحد بيعاني هو المساعد بتاعه هيون. المرة دي بيحاول يجهز آن لحفلة عيد ميلاد ولي العهد، لكن آن بيختار ينام بعد ما رجع من الصيد في نفس اليوم. وبالليل بقى الضيوف بيبدأوا يوصلوا للقصر والإعلام بيغطي الحدث لايف، والتحفة جو بتظهر وهي لابسة لبس أحمر ملفت والصراحة شكلها تحفة. ورغم إن ده مش مقبول في القصر لكن الصحفيين والناس بينبهروا بلبسها جدا وبيعترفوا إنها جميلة وموهوبة. وبعد ما بتخش بتسمع شوية بنات بيتكلموا عنها وعن أصلها وإنها بنت غير شرعية، فساعتها بتتعصب وبتكسر الكوباية وبتسلم عليهم ولا كأنها حصل أي حاجة. ولما أخوها تي بيجي يكلمها بتوقفه عند حده لما بيحاول يهاجمها شوية في الكلام، وبتفكروا إنها الأذكى بينهم وإن الطرق الرخيصة اللي بيعملها دي مش هتوقع شركتها. كده الضيوف بيبقوا هيروحوا لقاعة العشاء وبيفضلوا قاعدين، بس آن بيكون اتأخر قوي ولما بيجي أخيرا بيبقى لابس لبس الصيد اللي نام بيه، وده بيضايق الملكة الأم رانج وبتحاول تزعقله يعني، بس هو بهدوء بيطلب منها تستنى الوقت المناسب وما ينفعش تعمل اللي هي بتعمله ده في نص الحفلة يعني. بعد العشاء بقى الأجواء بتهدى شوية وكل الاحتفالات بتمشي تمام، وساعتها جو بتقابل رئيس الوزراء جونج وواضح انهم صحاب، وبتضحك عليه انه مش بس سياسي لكن كمان من العيلة الملكية، وكمان كان لابس لبس غريب الصراحة يعني فليها حق تضحك عليه. ده في واحد بيقول لجونج إن آن عايز يكلمه فبيسيب جو وبيروح لآن علشان يتكلم معاه لوحدهم. بيقول له إن الملكة الأم بتضغط عليه علشان يتجوز، وبما إنه الوصي على ولي العهد اللي عنده 8 سنين بس لو اتجوز جونج هيضطر يمسك مكانه. جونج بيكون مش طايق الفكرة وبيطلب منه يمنع الجواز عن طريق البرلمان. بعد الكلام ده آن بيلاقي جو ماشية في جزء ممنوع في القصر وإن الناس العادية يعني ما ينفعش يمشوا فيه. ساعتها بيسألها عن اسمها وبيقول لها انه هيعدي الموضوع لو اختفت خلال 3 ثواني بس، وبيبدأ يعد فعلا، بس فجأة بيحصل صوت انفجار فبيجري يشوف ايه اللي حصل ده وبيطلب منها تستناه هنا، لكنها بتمشي وراه في السر. وبيطلع ان في حد ولع نار في القصر، والحادثة دي بتفكر آن بصدمة قديمة لان من 3 سنين الملك اخوه مات في حريقة. ساعتها بيوصل وهو بيسأل على ولي العهد اذا كان حصل له حاجة بس مش بيكونوا لاقيينه. الملكة الام رانج بتيجي وبتضربه بالقلم وبتلومه على الحريقة دي، وساعتها الكل بيتصدم، لكن ولي العهد بيظهر وهي بتجري عليه وبيطمنوا انه ما حصلوش اي حاجة. وهو ماشي بقى جونج بيطلب من فريقه يحقق في موضوع الحريقة، بيكون شاكك انه ليه علاقة بوفاة الملك من 3 سنين، وكمان علشان يسيطروا على الاعلام والاخبار ما تتسربش. وبعد ما جو شافت اللي حصل بتمشي بهدوء. ساعتها سكرتيرتها هي بتستغرب انها مشيت بدري، فجو بتحكي لها عن الحريقة فهي بتتخض قوي وبعدها بيمشوا.
في العربية بقى جو بتقول على آن إنه مغرور، وبتفتكر موقف حصل بينهم في المدرسة، والموقف ده إنه كان شافها وهي بتدخل في الخباثة لملعب الرماية بالليل علشان تتدرب، وساعتها واجهته وقالت له إن المدرسة سمحت له يتدرب لوحده ورفضت لها، وكانت متعصبة قوي وكان مستغرب من جرأتها وهي بتكلمه، أصله أمير يعني. بعد كل التهزيق ده كان عندها مبادئ برضه ورجعت وانحنت ليه وبعدها مشت. تاني يوم بقى الملكة الأم رانج بتعتذر لآن، بس مش من قلبها يعني، علشان هي خايفة بس إنها ضربته وهو بيمثل إنه قبل اعتذارها، وبتقوله إنها خايفة إن مكانته كوصي تبقى أعلى من ابنها ولي العهد، وكمان متضايقة إن الناس بتحبه، فهو بيقول لها إنه دي مش غلطته ودوره دايما كان بيكون محامي. الكلام ده بيفكره بطفولته لما أبوه كان دايما مش بيعارض ولي العهد، علشان كده الملك غير لقبه مرتين، والموضوع ده كان بيجرحه لكنه تجاهله. هي بتصر إن ابنها لسه عنده 8 سنين ومش جاهز للحكم، وعايزة إن يثبت ولاءه إنه يتجوز واحدة هي اللي هتختارها له، يعني بتجبره يتجوز لو كمان واحدة هي اللي تختارها. ما علينا يا جماعة. في نفس الوقت جو بتعرف ان ابوها عايز يجوزها، وبتتضايق لما بتعرف ان تي ومراته شاركوا في اختيار العريس ده وعايزين يجوزوها واحد اقل منها شكلا وماديا وكل حاجة، قروها انها بنت غير شرعية، بس هي بتحذر ابوها انه لو اجبرها على اي حاجة هتبوظ كل حاجة، وبتأكد له انها احسن واحدة في ولاده كلهم حتى لو هي غير شرعية. بنيجي لهيون اللي بيتفاجئ ان آن بيفكر يوافق على الجواز. تاني يوم بقى جو بتطلع عصبيتها من أبوها على الموظفين في الشركة، وهي بتنصحها تهدى شوية. في القصر بقى أن بيقابل لورد اسمه وون اللي بيسأله ليه بيمشي، لأنه كان لامم كل حاجته وواضح كده إنه ماشي من القصر، وبيسأله مين هيحمي المصالح الملكية. فآن بيكون فاهم التهديد بتاع اللورد كويس، بس بيرد بهدوء إنه رايح بيته الخاص علشان ياخد أجازة ويرتاح شوية من اللي بيحصل ده. بعدها وون بيدخل وبيحذر الملكة الأم رانج من إنها تتصرف بتهور، بس هي بتفضل تلوم آن على كل حاجة، وبتكون مفكرة إن هو اللي مخطط للحريقة ولسه شاكة فيه إنه عاوز يخلص من ابنها. في الشركة بقى جو بيجيلها فكرة إنها تتجوز حد من العيلة الملكية يكون قدها. قالها مين؟ حبيب القلب آن، مع إنها ما كانتش بتحبه، بس القبول جه دلوقتي سبحان الله. وبتبعت طلب مقابلة للأمير آن، وبنعرف إن آن لما بيلبس لبس عادي مش لبس العصور القديمة اللي هم عايشين فيها دي، الناس بتحب لبسه وبتشوفه تجديد، بس العيلة بتكون شايفاه مش مناسب خالص. ساعتها كل اللي كان بيفكر فيه إنه مبسوط إن محدش بيتكلم عن الحريقة اللي حصلت. كده آن بيعرف من المساعد بتاعه إن جو بعت طلب تقابله، فبيفضل يرفضها أكتر من 5 مرات، لكن هي بتفضل بجحة ومصرة، وبتكون متعصبة قوي إنه إزاي يرفض طلبها يعني، وبتكون مفكرة إنه بيتقل عليها وكده. تكمل تبعت طلبات مقابلة ليه لحد ما بتفتكر إنه قال لها إنه بيساعد زمايله اللي متخرجين من نفس مدرسته، فبتبعت الطلب باسم إنها واحدة متخرجة من نفس مدرسته يعني ومحتاجة مساعدة منه. فالمرة دي بيوافق فعلا على طلب إن هو يقابلها، وبيكون هيقابلها في بيته. والملكة الأم بتسمع الموضوع ده وبتطلب من خدامة تتواصل مع جاسوس هي زرعاه عند آن علشان تعرف اللي بيحصل. جو بقى بتبقى متحمسة ومتشيكة على الآخر، وبتروح وبتقعد بكل ثقة وبتقوله أنا عندي اقتراح ليك، أنا عاوزة أتجوزك. وبكده يا حبايبي قفلوها على حاجة تحمسنا وتحمسكم. الحلقة الجاية شكلها مبشرة، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان أول ما الحلقة تنزل هلخصها وانزلها لكم على طول، ففعلوا الجرس علشان توصل لكم أول ما تنزل.